بدايه يعني. خالص الناس بتيجي طاويه الاعلام، تمام، بشكل متجمعين من اماكن مختلفه، بيخشوا يصلوا الظهر، تمام، ويعملوا حاجه انا ما انا غير راضي عنها، انهم يزوروا الاضرحه، تمام، ويقعدوا يفردوا الاعلام جوه المسجد وحوالين المسجد، ويبداوا في حاله الانشاد. جميل. اتفقنا. نبدا نصلي العصر. صلينا العصر، الناس في مجموعات اللي هي المشائين دول مجموعات غير حمله دول اعلام. ينتموا ايه يا دكتور نبيل؟ المشائين او الجماعات دي بتبقى مذاهب صوفيه؟ معظمهم طبعا معظمهم كده مذاهب يعني. صوفيه. تمام. دول غير حمله اعلام، دول بيتقدموا الشارع على اساس كحاله بيفردوا، بيقطعوا الطريق انا هتكلم بلاش نتكلم باللغه العاديه، بيقطعوا الطريق على العربيات، بيعلنوا عن قدومهم. تمام. بعد كده بتبدا الرايات تفرد، كل طريقه بتفرد راياتها بالوان مختلفه. تمام. وبيبدا في حاله عايزين يعملوا حاله استعداد، فحاله استعداد تبدا مجموعه من المجموعات تنشد بصوت عالي. ايوه، بصوت عالي، فيبدا الناس تستعد وتفرد وي بيبدا بعد حاله الطقس الانشادي ده ما يخلص، يبدا ياخدوا الامر بالتحرك. خدوا الامر بالتحرك، تبدا كل الاعلام تفرد وتخش وتمشي مسيره من شارع الدراس للحسين، للازهر، للحسين، وبينتهي المشهد. احنا اللقطه اللي معانا دي دي حاجات في مشاهد جوه زفه المولد، مشاهد يعني تلفت انتباه اي حد. يعني ده واحد بيسقي الناس، تمام، بمنظر السقا اللي اختفى من شوارع القاهره تاني. ده في حياه مختلفه تاني. حتى هتلاقي في بورتريهات ووجوه من جوه المولد، يعني رسامين بره طلبوا مني البورتريهات عشان يرسموها. كل سنه انا عارف ان الدكتور نبيل مهتم جدا بتوثيق ما هو شعبي، يعني الرقص الشعبي، الامور الشعبيه والحرف التقليديه بشكل كبير. هل هذا الطقس لسه يعني قوي في كل عام؟ يعني في حضور، في حرص ان يخرج بمثل هذه الصوره، ولا الموضوع بيقل سنويا، ولا ما بقاش فيه الحرص اللي كان موجود زمان مثلا؟ يعني لا، هو موجود، هو الطقس ده بيبقى موجود سنويا، بس انا بتكلم عليه من زاويه ازاي يتم الاستفاده منه اقتصاديا. ازاي ده؟ انا هسالك السؤال ده، ازاي نستفيد اقتصاديا؟ يعني ازاي نستفيد من الطقس ده اقتصاديا، او ده سقه ثانيه، ده حاجه ثانيه من حاجات حاجه فلكلوريه ثانيه. تمام. ازاي تستفيد من طقس كرنفالي زي ده؟ يعني بيتر شومان في امريكا ما عندوش ده، ما عندوش مولد، راح واخد مزرعه كبيره وعمل حاجه اشبه من حاجات المولد، وكان بيروحوا 1,000,000 فرد في السنه، كلهم بيقطعوا ده. الكرنفالات اللي احنا بنشوفها في اوروبا او في العالم، في حاله كرنفاليه ده بقى، شوف للسياح اللي بيحصل. عندك يعني تجربه رائده لصندوق التنميه الثقافيه في وكاله الغوري لما عملوا فرقه التنوره، وازاي ان الفرقه ديت هي اي نعم فرقه غير ربحيه، بس ازاي الفرقه دي بتعمل حاجه من حاجات الترويج السياحي، وان كل سايح في مصر يعرفها لازم يحضرها. فده كله زي فكره طقس المولد ده ممكن تاخده وتعمله حاجه مسرحيه متفقين عليها كلنا. حاجه تشكيل داخل الفراغ، حاجه ترويج لمنتجات تابعه ليها. طب اهم يعني النهارده، وحضرتك كنت موجود في قلب المسيره اللي كانت موجوده وزفه المولد وبتصور بالكاميرا، اكتر المفردات، يعني اتكلمنا من شويه عن السقه اللي هو بيسقي الناس الموجودين، اكتر المفردات اللي كانت موجوده واستوقفت عين الدكتور نبيل بهجت وجوه الناس. وجوه الناس عبقريه. تمام. الايقاعات، يعني انا دلوقتي شغال مع عامر مطرب صوفي، عامر التوني، ازاي نحاول نعمل مزيكا زي بودا بار من الشغل ده، ازاي نحاول نسوق ده تاني. الايقاعات فيه كنز سماعي مرمي، وتلقائي جدا وجماله هو تلقائي جدا وعفوي جدا. تمام. عايز بس حد ياخده، في كنز في الالوان، واخد بالك، مرمي. وبرضه بعيد بنبه، انا بتكلم على حاجه جماليه. لا احنا خلاص، ما احنا قلنا الكلام ده. يعني مرمي ده كله ممكن تاخده تاني وتعيد انتاجه بشكل وتستفيد منه اقتصاديا، وتستفيد منه. وده برضه من اهم الناس على مستوى، من اهم المزيكا على مستوى العالم يعني، وشوف بتحقق ربحيه قد ايه. تمام. المساله ازاي بعدين فكره زفه المولد او الموالد عموما بتجذب يعني اي عقليه في اي دوله ما او اي انسان. يا سيدي الكتاب المكتوب بالانجليزي عن المولد حاجه تضحك.
والله العظيم حاجه تضحك. يعني الكتاب اللي انا شفته في امريكا وشفته بره ومطبوع في مصر كده يعني، وبيتباع هوا. ليه حاجه تضحك؟ مفيش حاجه، بتعامل معاك واحد ما عندوش اي خبره، نزل لقط لقطتين وجمع كلمتين. مع ان احنا لو اي هيئه استثماريه بدات تعيد النظر ازاي نستثمر الحاجات دي ونسوقها. خلاص. طب في الرحله القصيره جدا خلال الفقره دي عن زفه المولد، عايزين نتكلم عن برضه احنا قربنا نوصل لمشهد تصاعد الحدث الدرامي، اذا جاز لينا ان احنا نقول ان الزفه دي حدث درامي، التصاعد بيكون عامل ازاي، والمشهد الختامي او النهائي لزفه المولد بيبقى عامل ازاي؟ بص، انت بعد ما بتبدا مشهد الافتتاح ده، انت عندك بقى حاله جوه من الحسين من الجعفري للازهر، حاله من الجعفري للازهر فيها فنون حركه تلقائيه، فنون تعبير جسدي، فنون موسيقيه، حاجه تشكيل مع الفراغ. بيخشوا جامع الحسين، بيجوا عند المسجد في مجموعه اللي هم رؤساء الطرق، بيبداوا يعيدوا تلاوه عهودهم عليها، وبتبدا تطول اعلام وتدخل الزفه مره تانية من جامع الحسين عشان يصلوا المغرب ويطلعوا يبداوا يحتفلوا بالانشاد والذكر. تعالى خد بص دي من منظور مدرسه الرقص الحديث والتعبير الحركي. هسألك سؤال اخير ومرتبط بشكل اساسي بالمسرح، بعلوم المسرح، بصفتك مدرس واستاذ لعلم المسرح في جامعه حلوان. يعني احنا دايما شفنا افكار كثيره جدا لمسرح شعبي، او زي ما قال الدكتور علي الراعي مسرح الشعب، اشكال عن المحافظاتيه او خيال الظل، وحضرتك ادرى مني طبعا عن مسرح السامن وغيرها. ازاي يمكن ان ننقل مثل هذه الحاله المسرحيه وان نوظفها بشكل في اعمالنا المسرحيه، في الانتاج المسرحي الذي تقدمه الفرق المسرحيه؟ هو انا الحاجه دي في حد ذاتها حاجه مسرحيه لو انتجناها. لو شوف مثلا ممكن تنتج داخل الاوبرا كيوم في السنه ومعاها مزيكا صوفيه، وشوف في ممرات ده ما بيحصلش يا دكتور نبيل؟ ما بيحصلش. ما حصل. يمكن عشان الفكره مش مطروحه بقوه، يعني مش عشان الناس انا ما عملتش مشروع بده، بس ان شاء الله هحاول اعمل مشروع بده. لما كنت عرضت المعرض ده في نيويورك، جاني حد قال لي في واحد خد 20 مليون دولار عشان يعمل في حديقه منهاتن معرض للاعلام الملونه شبه المعرض ده. انتوا كلفتوه كام في مصر؟ 20 مليون دولار. لمجموعه اعلام ملونه بشكل تلقائي زي ده. ده امر تلقائي فطري يعني. واصر انه يقتني نسخه المعرض كلها عنده لما عرف ده. تمام. فازاي انت تسوق ثقافتك وتعمل منها فلوس؟ لان انا دايما بقول احنا لا نمتلك منتج بحجم الثقافه نستطيع ان نسوقه ونعتمد عليه. وهضرب لك مثل بسيط لسوق الاقتصاد، لسوق الثقافه وسوق الاقتصاد العادي. عندك البترول كمنتج وعندك السينما الامريكيه. قيس الارباح بين دي ودي هتلاقي كفه ربح السينما الامريكيه كثقافه، مع ان البترول ينفد والابداع متجدد. فشوف انت عندك كنز ابداعي في جميع المجالات، تعرف تستفيد منه بشكل حقيقي وتعرف تسوقه. بشكرك شكر جزيل في نهايه هذه الفقره، وبندعو المشاهدين او من هو مهتم بمعرفه الحاله الطقسيه لزفه المولد ان يتابع هذا المعرض. المعرض موجود في هذه الايام، وافتتح اليوم في معرض قبه الغوري، وسوف ينتقل يوم السبت القادم الى بيت السحيمي. اجمل ما في الكلام اللي قاله دكتور نبيل بهجت، في كنز سماعي وكنز لوني جمالي مرمي. يعني في كنز موجود في حالة الزفة، زفة المولد، حتى الآن لم نتنبه إليه، لم نقدم مثل هذه الزفة أو نستفيد منها بشكل اقتصادي. حابب تقول حاجة في آخر الفقرة؟ بنبه إن إحنا بنشتغل في المنطقة الجماهيرية مش الاعتقادية تاني. خايف دكتور نبيل خايف أي حد يهاجمه بعد الفقرة. على أي حال نورتنا، وبشكرك على المعلومات الجميلة، وبحييك مرة تانية على الجهد الجيل. يعني تعبت النهاردة جدا من الساعة كام؟ من صلاة الظهر؟ من الصبح خالص. لا من الصبح خالص، ما أنت عشان تعد كاميراتك وضاعت الشاحن. مش حد بيساعدك، أنت اللي بتصور لوحدك. لا معايا زينب الشرقاوي ربنا يعزها يعني. تحياتنا ليها وكل سنه وانت طيب. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الليله الخاصه والاحتفاليه الخاصه في شارع الكلام، فقره جديده بعد الفاصل مع الزميل محمد عامر. تابعونا.